شوط أول ما شفناش فيه المنتظر منه كرويا، تكتل دفاعي كبير وحذر مبالغ فيه من مستقبل سليمان، قابلته سيطرة دون تجسيم من ترجي الجنوب، وبعد كرة ثابتة نفذها فارس البليلي تعديت قريبة لمرمى هيكل الطالب، المهاجم يسري الضفلاوي يصاب يعوض لمجد أرجيه. ترجي الجرجيس بدا يظهر تفوق، يسجل هدف يرفضوا الحكم أشرف حركاتي يعتبروا مسبوق بتسلل. سدد بعدها حسام أحسن رمضان كرة قوية، الحارس محمد عزيز أنسيبي يتصدى. أبرز فرصة تأتي في الدقيقة 33 من أوسمان كومباسا، كادت تأتي بالهدف. الوقت يقدم سيطرة الفريق الضيف بدأت تتضاعف، كرة تدور كما يلزم الترجي الجنوب، المصدر حسام حسن رمضان، غسان المهرسي يسجل هدف، تقنية الفار تلغي الهدف. أول هجوم المستقبل سليمان، الحارس هيكل الطالب يدخل. في بداية الشوط الثاني الممرن غازي الغرايري يلعب ورقتي يوسف سنانة يونس راشد، السيطرة تواصل ديما الترجي الجنوب، والحوار يتحول عبارة على هجوم ضد دفاع. الحارس محمد عزيز نصيبي في فورمة كبيرة يمنع الهدف في ما لا يقل على 5 مناسبات كاملة، يخلي فريقه في المقابلة. هذا إضافة وأن يوسف سنانة هداف ترجي الجرجيس وبكيفية غريبة أضاع إمكانية افتتاح النتيجة. اللي ضيع فرص كما هذه تنجم الكرة أتعاقب، وهذا ما أكدوا مستقبل سليمان 4 دقائق قبل 90 يتحصل على ضربة جزاء في العملية هذه. الحكم أكد شرعيتها بعد ما مشى للفار. في التنفيذ أمان الله المجهدة ينجح في افتتاح النتيجة. واحد بلاش المستقبل سليمان في وقت قاتل، ترجي الجيس لعب الكل للكل، إلا أن الحارس محمد عزيز أنصيبي يمنع التعادل. ترجي الجرجيس مرماش المنديل، المقابلة في وقتها البديل نسيم الدويهش يختطف هدف التعادل. 1-1 هي النتيجة النهائية في مقابلة ضيع فيها كل فريق إمكانية الانتصار، فكان التعادل. جينا الحقيقة باش نعملوا